ليه الشخص ده بيفكر فيك أكتر ما يتوقع، أكتر ما كان متخيل؟ في تواصل بيزيد ما بينك وما بين حد انت بتحبه في شهر أبريل يا برج العذراء، وبيتقلب لعلاقة جميلة جدا، علاقة حب. انت زمان كنت بتفكر بمنطق انا ذكي فاقدر اغير العالم كله، انما النهارده انت بتفكر بمنطق انا حكيم فاقدر اغير نفسي واغير من نفسي. صح ولا لا يا برج العذراء؟ لو حسيت في كلامي بحاجه لمست قلبك خليك معانا للاخر حتى لو انت مش برج العذراء. يا ريت يا شباب تقولوا لي بتشوفوني منين دلوقتي. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي اللي بتسمعني. برج العذراء متعلق بعلاقة مش قادر تنساها، ما انتش قادر تنساها لغاية النهاردة. علاقة حب، كان حب مش طبيعي، كان أكتر حب حبيته في حياتك. الموضوع ده كل ما بتفتكره بتقول عايزة أمشي وأسيب المكان اللي أنا فيه، ما بتقدرش تفكر فيه كتير، بتحس إنك أنت مش قادر يعني، ولا قدرت تغير حاجة في العلاقة ولا قدرت تعمل فيها حاجة. بتحاول إنك أنت تقدر على نفسك لكن للأسف بتمشي، يعني هو ده اللي باين قدامي. طيب نشوف رسالة من الملائكة أو من الكروت. بيقولوا لك اتحرك بسرعة علشان في فرص حلوة جدا بتظهر قدامك، بتحتاج انك انت تتحرك بسرعة. التغيير، في تغيير كبير جاي قدامك، ما تخافش من التغيير واقدم عليه، اقدم عليه بكل أريحية علشان التغيير ده هيكون حلو جدا. احلم اكبر، كمان بيقولوا لك احلم اكبر، احلامك مش مستحيلة. The limit is the sky. ثق في نفسك، انت تقدر تحقق اي حاجة انت عايزها مادام غيرك قدر يحققها بس لو اشتغلت عليها صح. كمان احنا ما عندناش اي فكرة عن السعادة في الحياة، استمتع بيها كده زي ما هي. الطريق هو رحلة طويلة بيكون فيها عقبات، لكن بنقدر بصمودنا وبقوتنا ان احنا نتخطى العقبات دي. كمان بيقولك ان في ربح مادي وخبطة حظ بتيجي يا برج العذراء حلوة جدا. وكمان في عرض جواز او حد بيعرض عليك الارتباط الشهر ده ان شاء الله. في مفتاح بتمسكه في ايدك الشهر ده يا برج العذراء. انا مش عارفه ده بيكون مفتاح ايه بس انت ادرى، ممكن يكون مفتاح بيتك الجديد وتكوني بتتجوزي او تكون بتتجوز. كمان بيقولك ان قطع اي علاقات الشهر ده هي شفاء روحي، يعني اذا كنت بتقرر تقطع علاقتك باي حد موجود في حياتك فانت بالطريقه دي بترتاح، ما تخافش من اللي جاي. بيقولك كمان ان دي علاقة هارب ومطارد اللي انت بتفكر فيها، بس المرة دي اللي انت بتطارده بيتحول لهارب، بيبدأ اللي انت بتطارده وبيهرب منك بيتحول لمطارد ليك او بيطاردك انت، بتبدأ انت تهرب منه. اللي قعدت طول حياتك تجري وراه هيجري وراك في الاخر، يعني خلي بالك، هو دي ترجمتها الصح. كمان بيقولوا لك ان في حد بيغير وشه كل شوية وبيغير حقيقته عنك. وبيقولوا لك برضو ان انت قبل ما تعمل اي تغيير اوزن امورك صح. يلا بينا نشوف حبيبك اللي انت حاطط عليه نيتك في القراءة دي بيقول لك ايه يا برج العذراء. بيقول لك انه هيستنى اشارة منك، وبيقول لك ان احنا الاتنين كنا عارفين ان احنا مش لبعض، وبيقول لك انه بيستخبى خلف الاشياء الماديه، وبيقول لك انه نفسه انه يقرب منك وتكونوا اكتر من مجرد اصدقاء، وبيقول لك انه بيسهر كتير بالليل يفكر فيك يا برج العذراء، وبيقول لك برضو انه مش قادر يخليك تقرب منه اكتر من كده، وبيقول لك انه مش متاح في الوقت الحالي I'm not available. وبيقول لك انك بتكلمه من خلال المزيكا او الاغاني اللي بيسمعها. واضح ان انتوا كان ليكوا ذكريات كتير قوي سوا. طب اكتبوا لي برضو حكايتكم في الكومنتات يا شباب.
حبيبك شايف ان انت معلي استحقاقك جامد جدا، وبيقول ان انا لو ظهرت هينصب لي المحكمة وهيقعد يحاسبني. واضح ان انت حاسبته قبل كده حساب الملاكين، وبيقول ان هو خايف وعشان كده بيبعد، بس هو بيتمنى انه يتواصل معاك. وبيقول ان عنده كلام حب كتير جدا، وكلام انت كنت بتقوله له زمان وبتتكلموه سوا، بيقعد يفتكره كتير وهو قاعد لوحده. يعني ممكن زي ما قالك انه بيسمع المزيكا، ممكن كمان يكون بيقرا رسايلك برضه. انت عايز بداية جديدة بعيد عن كل ده، عايز بداية جديدة، وفي فعلا في طاقتك كذا حد جديد يا برج العذراء. اذا انت فتحت عينيك شوية هتشوف الناس اللي حواليك. يعني طالع لك غير حبيبك ده حبيبين تانيين، يعني عندك 3 في طاقتك يا برج العذراء. انت برضو تقولي يعني هل انت واخد بالك من ده ولا لا؟ انت عايز حد فعلا يملأ قلبك بالحب. قلبك دلوقتي بقى فاضي من كتر ما اتعلقت، من كتر الاوهام، من كتر الصدمات. تعبت من كتر العياط، تعبت نفسك حد يسعد قلبك. حبايب قلبي برج العذراء، حبيبك اللي انت فاتح عليه قراءة ده بيحبك حب مش طبيعي، لكن عنده طاقة نرجسية مش طبيعية غالبة على الحب ده، وغالبة عليه بطريقة مش حلوة. يعني اغدق عليك كتير بهدايا، اغدق عليك باوقات حلوه، بس خلاك تعيط اكتر ما خلاك تكون مبسوط. حصل ولا لا؟ في عندك سعاده الشهر ده بتعيشها، في حب حلو جدا بتعيشه، في حبيب جديد بيظهر زي ما قلنا وبيقرب وبياخد خطوه، في احتفال بلم شمل. شوف بقى ده حبيبك اللي انت معاه ولا لا؟ في غيرة، طاقة غيرة يا برج العذراء وشك. ما تخليش الشك يبوظ عليك كل حاجة حلوة، ما تخليش الشكوك والغيرة تبوظ عليك كل حاجة حلوة، لان انت بتقول انا مش عايز احب تاني. حب ايه وبتاع ايه؟ عندك طاقة وفرة حلوة جدا في الطاقة بتاعتك، عندك بدايات جميلة ركز عليها، بدايات مادية وبدايات عملية، عندك مفاجآت مادية حلوة حلوة حلوة، وفي عندك لم شمل، وفي عندك رجوع من الماضي. يعني انا مش عارفه، دي القراءه الوحيده اللي طلع لي فيها 3 في طاقتك يا برج العذراء. ما شاء الله ما شاء الله، تاتش وود ما شاء الله. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي، وتكون القراءه دي من حظكم ومن نصيبكم كل الحلو اللي فيها يا رب. طيب يلا بينا نسال 3 اسئله لمواليد برج العذراء ونشوف اجابتهم سوا. هل لو انتوا في حالة فراق او بعيد عن بعض دلوقتي، هل بيكون في رجوع قبل اخر مايو 2026 ولا لا؟ انت اللي مش عايز ترجع يا برج العذراء، انت اللي مش عايز ترجع خلاص، انت قفلت الباب ومش عايز ترجع، صح ولا لا؟ طيب هل لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل في حد جديد بيظهر في طاقتك لاخر مايو ولا لا؟ احنا شفنا اوريدي 3 بس برضو نسأل احتياطي. يعني جرح قلبك مخليك فعلا ما تشوفش، انت قافل قلبك يا برج العذراء، قافل قلبك، بس في عندك بدايات جديدة حلوة جدا، ومركز اكتر على الطاقة المادية، عايز فلوس عايز فلوس عايز مصاري، صح؟ طيب اسأل اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف سوا ولا لا الإجابة. ايوه ان شاء الله. والموضوع ده بيكون فيه سعاده حلوه قوي اللي انت سالت عليه، انت ادرى يا برج العذراء. يا رب يجعل كل الحاجات الحلوه من حظكم ومن نصيبكم يا حبايب قلبي. شكرا حبايب قلبي برج العذراء ونورتوني.